مساء الخير. نرجع مصر بقى ونقدم أكلة مشهورة في مصر، السمك البلطي. تعالوا نشوف المقادير. بلطي المشوي، سمكة واحدة دي تكفي مثلا 1 أو 2، متنضفة، بس احنا لازم نسيب القشر، نخلي بالنا نسيب القشر، وردة وملح وخلطة. أنا عاملة كرفس، شوية كرفس وبصل وتوم وليمون وملح وكمون وورق ليمون وورق لورا وزعتر اخضر وروزماري اخضر. اول حاجه بعملها، انا منضفه زي ما انتم شايفين السمكه بالطريقه دي. الطريقه دي مش صعبه، بفرشه الاسنان ممكن انضف من جوه. ابتدي احشي الخلطه اللي انا عاملاها كلها زي ما احنا شايفين، عامله بطنها، لان طبعا الخلطه دي بتدي طعم لذيذ جدا. واحط برضو ورق الليمون وورق اللورا، كل الخلطه احطها. واحط الزعتر بحالها كده والروزماري، واسد الخيشوم بنص ليمون. بعد كده هي سهله يعني مش صعبه، تحشت بسرعه جدا. تاني خطوه قبل ما احط الرده برش ملح خفيف كده، مش كتير، ملح خفيف قوي، وابتدي احط الرده. واكون مجهزه ورق فويل زي ما احنا شايفين. اعتقد كده كفايه، واقفل عليها، اقفل عليها خالص، بس اقفل بطريقه بحيث ان هي يبقى سهله ان انا افتحها، لان انا هقعدها حوالي نص ساعه في الفرن، وبعد كده هفتح عليها اسيبها تتحمر عشان تبقى زي السمكه مشويه، بدل ما نشويها على النار، لان هي المشويه في الفرن ما بتعملش اي ريحه ولا دخان ولا اي حاجه. واحطها في الصاجه بس، واحطها في الفرن لمده نص ساعه على درجه حراره 400. بعد نص ساعه افتح عليها واسيبها تتحمر من فوق. تقريبا استوت زي ما احنا شايفين، احمرت. انا بعد نص ساعه رحت فاتحه الفويل وشغلت البرايل من فوق وسويتها من فوق. بكون مجهزه دقه عباره عن خل وليمون وميه وملح وفلفل شطه حمراء وكمون بس، وعلى طول وهي سخنه بقوم حاطه من فوق كده، هي سخنه كده. طول ما احنا بنشويها ما كانش فيه اي دخان ولا ريحه ولا اي حاجه. زي ما احنا شايفين الشكل النهائي بيتقدم بالشكل ده، وجنبيها رز او اي نوع سلطه. وبالهنا والشفا. اشكركم جدا، والى اللقاء.